عرفتوا هذا الملعونة، عرفتوا توكل كرمان، عرفتوا هذا القوادة. شوفوا ايش قالت. مظاهرة المغرب تقترب من القصر الشعب المغربي والثائر. شوفوا لوين هذا بنت الحرام الحاصل على جائزة نوبل للسلام، المفروض يجيبوا لها جائزة اير شقها الشق. هذا بنت الحرام اللي دمرتنا في صنعاء، اللي كان تقول ارحل يا علي عبد الله صالح. هو عبد المجيد الزنداني القواد لن يكون فقير في اليمن. اليمن كلها تحت الصفر وتدمروا اليمن، والله العظيم ما عاد جابت كلمة على الحوثي القواد. هذا بنت الحرام، هذا بنت الحرام اللي ليل ونهار بس تتهجم على الملوك، على السعودية، على الإمارات اللي يلعنوا والد والديها. عرفتوا يا أبناء المغرب احذروا اللي يدمرنا، اللي نتمنى دولار واحد راتب. شوفوها، شوفوا بنت الشرموطة، شوفوا بنت القهبة. هذا هؤلاء هم الأخونجة، هؤلاء هم أعداء الدين، هؤلاء هم ضارات المغرب. شوف 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 بنت الحرام. والله يا توكل كرمان، صنعاء قربت نستعيدها 10% من الأراضي اليمنية ونقضي على السلالة. والله لا حنقضي على الفكر الأخونجي ومصيرك تجي نعلقك يا بنت القهبة. المغرب خط أحمر يا بنت الحرام، يلعن والد والديك. احذروا يا أبناء المغرب، خذوا العبرة من ليبيا، من سوريا 15 سنة يا دوبها رجعت. العراق زبالة، لا تعليم لا صحة لا رواتب لا حقوق لا أمن لا أمان لا حر ولا في شيء. شوفوا كيف وضعنا في صنعاء مزري. هذا هي بنت الحرام، هذه بنت الحرام. هي قالت تي بعد ما تدمير اليمن، قالت اليمن غير صالحة للمعيشة ولا يشرفني أكون يمنية. شفتوا شفتوا بنت الحرام هذا. يلعن والد والديكم انتم حسن البنا والفكر الأخونجي. واللي حصل المنطقة الحروب والصراعات كشفت لنا السرطان الأخونجي الصوفي الأباضي الشيعي. أبشركم الوضع في المغرب صار طيب، والشباب المغربي يعرف ان هذه كانت مؤامرة. انتهيتوا يا قوادين. شرق اوسط جديد قربت تستعيد صنعاء والعراق، لا مكان للقوادين ولا انجاز. شرق اوسط جديد بقيادة قائد الأمة محمد